السماعات دي مميزة قوي ومحدش بيتكلم عنها بشكل كافي، محدش بيتكلم عن قد ايه هي فعلا فكرتها خطيرة، والشركات اللي بتنفذ نوع السماعات ده بشكل كويس بيخليك تشوف فعلا السماعات بشكل مختلف. معظم الناس محتاجين يفكروا على الاقل في منتج زي كده. في الفيديو ده هتكلم فيه عن كل حاجه، هتكلم عن مميزاتها، معموله لمين، مش معموله لمين، الحاجات اللي ممكن تخاف منها، الصوت عامل ازاي، بتهزل ازاي، مناسبه في اوقات ايه، لانها مش تدخل جوه الودان، فهل بتثبت كويس، هل الناس اللي حواليك بيسمعوا، هل الخصوصيه فيها كويسه، هل الصوت بيكون عالي كفايه. فهتشوف كل الحاجات دي كلها بامثله. بس في حلقتي النهارده انا معايا ساوند كور سي 30 اي، ساوند كور في 30 اي، ودول اللي انا هتكلم عنهم كمثال، فده برضه ينفع ريفيو ليهم لو انت بتفكر فيهم. قبل ما ابدا بالتصميم والصوت، اول اتكلم عن هتجيب السماعات دي منين. الفيديو النهارده هو الشيخ ستور، وده مكان تقدر انك تشتري منه. هتلاقي اسعارهم كويسه جدا. اول بعد الفيديو ده اتاكدت ان السماعات دي مش مناسبه ليك، برضه هتلاقي عندهم سماعات زي ايربودز صغيره عاديه او هيدفونز كبيره او حتى موبايلات. عامه هو تك ستور، وساعتها عندهم اسعار منافسه جدا. ممكن تطلب اونلاين او تشوف الفروع اللي عندهم كذا فرع. ولا نبدا على طول بالتصميم. اكبر ميزه في السماعات دي هو الراحه، مريحه بشكل رهيب. لو تصممها فتره طويله انت بتنسى انك اصلا حاططها، وده شيء منطقي صح؟ حرفيا ما تدخلش ودانك، لانه اكيد بعد فتره ما حاجه ودانك كتيره تعب. لو هتجيب حاجه زي الساوند كور سي 30 اي او ساوند كور سي 40 اي، بتحطها كده بتشوف ارفع مكان في ودانك تقريبا، بعد كده زي تسحبها بس. وممكن ساعتها تحاول توجهها السبيكرز نفسها. هنا دي السبيكرز، انت بتحاول بتوجهها شويه عشان الصوت يكون احسن. نفس الفكره في السماعه اللي بتحطها، في نسخه احدث منها ساوند كور برضه اللي هي في 40 اي، دي الفي 30 اي. في 40 بتقدر انك كمان انك تغير توجهها بشكل احسن عشان الصوت يبقى احسن. بالنسبه لجوده التصنيع والخامات، فانكر الفئه الاقتصاديه بتاعتهم مش بتكون اكتر حاجه متينه. ده مش عشان هي برضه هتكسر منك في اول لحظه، بالعكس. يعني مثلا دي وقعت مني كتير قوي، ودي وقعت مني كتير برضه، الاتنين وقعوا مني كتير، ما لهمش حاجه. ممكن دي بس البلاستيك نفسه مش افضل حاجه، العلبه وهكذا. طبعا يو اس بي سي. بالنسبه لي الثبات، فحاجه زي السي 30 اي او السي 40 اي اللي هي بالشكل ده، دي تقريبا ممكن اكتر سماعه بتثبت جربتها في حياتي. يعني السماعه دي مش هتروح في اي حته مهما لو اتشقلبت، السماعه دي مش هتروح في مش هتتحرك اصلا مكانها، دي بتثبت بشكل رهيب. السماعه التانيه بقى اللي هي بتكون على شكل الخفاش الخطاف ده، دي بتثبت كويس جدا. بس يعني دي بالذات، يعني اعتقد مثلا واوي فري ارك بتثبت اكتر لانها حرفيا يعني لفه اكتر حوالين ودانك. بس دي فليكسبل قوي، فده بتخليها مريحة، بس بتثبت لا هي مش تقع منك مهما برضه اتشقلبت وهكذا. هي معمولة عشان ما تقعش. بس احساس الثبات، يعني احساس ان هي يعني الازقه في ودانك اكتر، دي اكتر. مش مجرد ان هي بتثبت ان هي مش تقع، لا هي كمان ثابته في مكانها. دي بتتحرك شويه بس هي ثابته مش تقع. بس لازم تاخد بالك لو هتجيب السي 30 اي ان هي مش مناسبه لكل الناس. مثلا لو ودانك تخينه شويه مثلا او كده، هتكون متعبه ليك او ممكن ما تعرفش اصلا تركبها. النسخه الاحدث منها برضه اللي هي سي 40 اي، دي سي والثانيه في، فمرينا اكتر شويه عشان دي مش مرينا خالص، هتكون مناسبه للناس اكتر. فعلا مش فليكسبل خالص. اما دي فعلا كده ده شكلها بس، اما دي مرينا قوي موجود. نيجي بقى للصوت. لو انت جايب سماعه عشان تسمع صوت، اول نقطه هو علو الصوت، فدي على حسب تسمع ايه. فنقسمها 3 حاجات. اول حاجه وهو موسيقى، تاني حاجه بودكاست مثلا بكواليتي عاديه كويسه وعاليه زي كده زي فيديو ده كده، تيك توك مثلا وهكذا. وتالت حاجه هو صوت سيء، حتى بعت لك فويس سيء بمايك غريب، بتتكلم في مكالمه وشبه هكذا. اول حاجه الموسيقى، انت مش هتخليها 100%. فاكتر مكان ده مش هتخليها 100%. الصوت مش جنوني، يعني لو خدته على 100% مثلا مش ودنك مثلا هتبوظ. في سماعات تانية ممكن بدنك تبوظ لو خليتها 100%. لو بودكاست مثلا ممكن تخليها 100% ساعات. لو انت في مكان فيه دوشه هتخليها 100% ساعات. لو انت في مكان فيه دوشه رهيبه وبتسمع مثلا فويس كواليتي سيئه، مش هتسمع حاجة. هتلاقي عندك EQ بيعلي الصوت شوية، فده هيكون مساعد. في الحالات دي انت ممكن تعمل كده. يعني ممكن تقربها ليك شوية، يعني تعمل كده هتسمع كويس. بالنسبة لكواليتي الصوت نفسها، الصوت حلو فدي صوتها فعلا حلو، فيها تفاصيل كويسة، محيطية جدا جدا جدا، تحسه مش جاي من سماعة، محيطية أكتر. السماعة دي غير السماعة دي تماما. السماعة اللي هي بالشكل ده هنا مفيش بيز خالص 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 نهائي. السماعات دي صوت الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي هيكون كده، وبالنسبة للسماعات دي هيكون صوته عادي عشان هنا في بيز عادي زي أي سماعة تانية. بس في حاجتين لازم تاخد بالهم هنا. أول حاجة، أي دوشة صوت بيتأثر. يعني لو في أي دوشة التفاصيل بتروح. كون إن السماعة فيها عزل ضوضاء ده لوحده بيخلي الصوت كويس. تاني حاجة برضه إن هي مفيهاش أحسن تفاصيل في العالم. مثلا الفيديو ده مثلا في نويز، أنت مش هتاخد بالك منه بالسماعة دي، ده شيء يعتبر كويس. يعني لو أنت بقى بتسمع كمتفرج بس مش هتعتمد مثلا عليها
في تعديل مثلا فيديو مش تعتمد عليها، دي مش بتقدم احسن صوت في العالم، بس هي بتقدم صوت مش سيء. بالمقابل ايه؟ مقابل ان السماعه مريحه جدا، وده نفس استريح شويه من كتر السماعات وكتر ان هي في السماعات العاديه مثلا الايربودز اللي فيها ترانسبيرنسي مود، حتى لو هو كويس، لو الوضع بتشغله مثلا بالمايكات دي شغل حاجات تانية، ده كويس، بس كويس لفترات محدوده. تكلم تقول كلمتين مثلا لحد او كده، مش زي انك تسمع صوت عادي، مش زي انك تكون عارف الاتجاهات مثلا لو في صوت جاي من اتجاه ايه. فالسماعات دي بالنسبه لي convenient جدا، مريحه جدا كاستخدام. موبايل دايما في صوت، السماعات مش لازم اشيلها، مش لازم احطها. وبالنسبه للاشعاعات والبلوتوث والحاجات دي كلها، فدي مش مشكله قوي عشان الموبايل طلع اشعاعات اكتر بكتير من السماعات دي بكتير. فلو الاشعاعات دي مشكله، مش 100% ان هي مش مشكله، بس هي بنسبه كبيره ان هي مش مشكله. بس لو اشعاعات مش مشكله في الموبايل مشكله اكتر من السماعات دي. فدي مش توبيك النهارده بتاع البلوتوث والحاجات دي، ممكن اقولها بتاع السماعه نفسه، ودي كسماعه احسن. سماعات انكر كلها لو عايز توصل جهاز جديد بتدوس على الزرار الوحيد ده، تدوس عليه مرتين، ساعتها بيبدأ ينور وتقدر توصله بجهاز تاني. ركز في نقطة ان السماعة بتاعتك بتدعم الدول ديفايسز، يعني مثلا ال V30i ما بتدعمش اكتر من جهاز، فده معناه ان هو لو عايز توصله مثلا باللابتوب والموبايل فلازم تفصل الموبايل عشان توصله باللابتوب، ولازم تفصل اللابتوب عشان توصله بالموبايل. فدي نقطة رخمة جدا 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 لازم تاخد بالك منها. فال V30i ما فيهاش، بس معظم السماعات فيها. الكنترولز رخمه، اوكي، يعني دي نقطه. الكنترولز في السماعتين دول رخمين، السماعتين دول الكنترولز بتاعتهم بطيئه. الساوند كور عامه انكر الفئه الرخيصه شويه، دي مشكله عندهم، الكنترولز بطيئه. وهنا كمان كل ما يعني احاول احركها الكنترولز بتدوس وكده، ممكن تغيرها، ممكن تعدلها في السيتنجز في التطبيق، فدي حاجه كويسه. بالنسبة لمقاومة المية، أقل حاجة هي السماعات اللي زي ال C30i، فC30i C40i حتى واوي فري كليب كلهم مقاومة مية قليلة. أعلى مقاومة مية موجود هو الواوي فري ارك أو الساوند كور اريو فيت، واللي في النص هتلاقي ال V30i وال V40i. لو عايز مقاومة للغبار فعندك واوي كلهم فيهم مقاومة غبار، والوحيدة من الساوند كور اللي فيها مقاومة للغبار هو الساوند كور V40i. طبعا الكيس مش مقاومة للمية. بس في بقى حاجه بتقلق الناس، لان السماعه دي بعيده عن ودانك شويه، فده معناه ان الناس اللي حواليك هيسمعوا انت بتسمع ايه. فتعال نجرب. فاول حاجه ده المايك بتاعنا، نعتبر انه ده مثلا انا قاعد هنا، اوكي، وعندنا حد هنا، ده الشخص اللي جنبنا، انا مهتم بالخصوصيه ومش عايزه يعرف انا بسمع ايه. فدلوقتي هنشغل يوتيوب نو كوبي رايت على 100% ونشغل. زي ما انتم شايفين في خصوصيه رهيبه. دلوقتي بقى احطها في وداني، عالية عالية قوي، انا حتى مش سامع نفسي كويس. جرب خليها 80%، كده 50%. هجرب اخليها 30%. انا دلوقتي سامع واطية شوية بس عادي يعني. دلوقتي عايز اجيب حد بيتكلم، بس عشان اجيب حد بيتكلم ايه؟ عشان مش هسمع نفسي، مستحيل اسمع نفسي، ممكن اسمع نفسي خلاص. عايز اجيب حد بيتكلم بس في نفس، بس اسمع نفسي ب 2x ماشي، عشان مش عايز اسمع نفسي في نفس الوقت. تعرفوا حد بيتكلم عشان مش عايز كوبي رايت اسمعه كده. ده على 100%. اعتقد ان انتوا مش مجرد بس انتوا سامعين ان في صوت شغال، هو انتوا سامعين التفاصيل، انتوا سامعين انا بقول ايه. ممكن اخليها 80% او 70%. انا ما زلت سامع كويس، ما زلت سامع كويس جدا الفيديو وبوضوح تمام. هت... دلوقتي هخليها 50%. انا برضه لسه فاهم سامع الفيديو ممكن دلوقتي يبقى اوطى شويه. هل انتوا سامعين اللي انا سامع ايه؟ زي ما انتوا شايفين في السماعات دي، السماعات اللي بالشكل ده، دي مشكله ليها حل. الحل بتاع انك ما تعليش الصوت، بس دي مشكلتي بس الاماكن الهاديه. بس نجرب بقى السماعه دي اللي هي بالشكل ده، السماعه دي احسن بكتير في النقطه دي. فتعالوا نجرب نخليها 100%. دلوقتي هنجرب نفس اليوتيوب ميوزك، ده الشخص ده ودان الشخص هنا. فهنشوف بقى، هنشغل الصوت على 100%. دي عالية قوي، انا دلوقتي يعتبر مش سامع نفسي اصلا. السماعة دي اعلى. هي 100% تتعبك عامة. عايز بمناسبة الصوت العالي عشان تحاكي ان مفيش نويز كانسليشن، فانت بتعلي الصوت عشان تحاول تعزل، فده على فكرة اسوأ لودانك. يعني الاحسن انك تجيب سماعة نويز كانسليشن، بعد كده توطي الصوت عشان في عزل اوريدي، فانت مش محتاج تعلي صوت. بس هنا بطلت تعلي صوت قوي عشان تحاكي ان في، او بتحاول تعادل ده بانك تعلي صوت، فده شيء حاليا اسوأ لودانك. دلوقتي 80% لسه عالية قوي بالنسبة لي، يعني دلوقتي نازلة عالية. اعتقد كده حوالي 60 او 55%. ده ممكن فعلا اللي انا فلاتي هعمله، ده تسريب الصوت.
ده 50%، 40%. السماعة دي صوتها أحسن بكتير. دلوقتي نجيب حد بيتكلم وما لقيناش حد يتكلم غيري، نرجع نفس الفيديو على 2x ده في السرعة. أنا عاملة 100%، دلوقتي حوالي 80%، دلوقتي 50%، دلوقتي مش واطي بس مش عالي. بس ممكن مثلا لو فيديو تعليمي مثلا هبقى عايزة أعليه شوية أكتر من كده شوية، يعني ممكن أخليه كده حوالي 65%. هل انتوا سامعين أنا سامع ايه؟ انا بقى من كده سامع هو 100% انا سامع، بس حتى مش سامع تفاصيل قوي كده. 70% كده يعتبر انا سامع، بس يعتبر مش سامع. لا اوكي، سامع ان في صوت شغال بس انا مش عارف الصوت شغال ايه يعني. بص السماعات قريبه مني يعني، عادي مثلا حتى يكون مثلا كده فانا مش سامع حاجه. انا مش شايف، بس تسيب الصوت دي مشكله. مش شايف ان البرايفسي والخصوصيه دي مش مشكله. دي على فكره سماعات رخيصه يعني، دي الفي 30 اي وهي سماعات احسن. عندك هواوي فري ارك، عندك في 40 اي وساوند كور اريو فيت احسن من دي. نرجع المايك. بالنسبة للبطارية أنا واثق في ساوند كور. كشيء غير التكنيكال، أنا السماعة دي بقالي من شهر 5 يعني، بقالي شهور كذا شهر بستخدمها كتير 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 كتير، ولا مرة واحدة فصلت مني السماعات نفسها. هي في وداني بشكل متواصل، مش بحطها في العلبة خالص تشحن، بشغلها مثلا كتير يعني، بشغلها كل شوية شغلها اقفلها شغلها اقفلها، ما بحطهاش في العلبة تاني. السماعات دي عمرها ما فصلت مني، السماعات نفسها عمرها ما فصلت. طبعا الكيس بتفصل طبيعي يعني. سرعة الشحن حوالي 50% في نص ساعة. ونيجي بقى لتجربة المايك. فده الساوند كور سي 30 اي في مكان طبعا هادي. انا متعمد ان انتم ما تشوفونيش عشان احكي مثلا ان انت في مكالمة. معلومة ممكن تبقى مهمة ليك، ان المايك اللي بيشتغل هو اللي موجود في ناحية اليمين، فما اعرفش بقى المعلومة دي لازمتها ايه بالنسبة لك. هتكلم عن الاي كيو. الاي كيو ممكن تغيره وتخلي صوت احسن بكتير من التطبيق. يلا بقى نعمل مقارنة. دلوقتي بقى ده صوت مايك الساوند كور في 30 اي. نفس الفكرة برضو المايك في اليمين. نجرب بقى نجرب بقى في صوت الموزايك، نجرب بقى في الصوت العالي. طبعا ده عالي قوي يعني، ده اختبار قاسي قوي، ده اختبار قاسي بجد. الموضوع مزعج قوي ليا صراحة فانتوا لو سامعيني كويس. الاختبار اللي فات مع الدوشة دي كلها كان بالفي 30 اي، دلوقتي هنجرب السي 30 اي مع نفس النويز بالظبط ونشوف مين احسن. هل انتوا سامعيني كويس ولا هل في نويز ترانسليشن كويس؟ انا مش عارفة دلوقتي هل انتوا سامعين كويس ولا الصوت مش باين قوي؟ هل تفهموني؟ بالنسبة بقى للسي 30 اي ولا الفي 30 اي، مين احسن فيهم؟ الفي 30 اي احسن في كل حاجه، ما عدا ان هي ما بتدعمش اكتر من جهازين، بتدعم جهاز واحد بس. ولو انت بقى مهتم قوي قوي مين اريح، فبالنسبه لي دي اريح. فهتلاقي لينك السماعه دي في الديسكربشن، هتلاقي برضو لينكات سماعات تانية بنفس الشكل. ولو عندكم اي سؤال، حاولت انا اجاوب كل الاسئله عشان عملت كذا شورت وريلز وتيك توكس، حاولت انا اجاوب كل الاسئله. بس لو عندكم اي سؤال تاني برضو قولوا لي في الكومنتات. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل الجرس. اشوفكم فيديو جاي. سلام.